السلام عليكم. وحشتني جدا. انا ما بعملش فيديوهات من النوع ده بقالي فتره. بس النهارده عايزه اعمل الفيديو ده علشان خاطر في ترند طالع علينا اليومين دول. قلب الدنيا كلها. انا مش الترند اللي يخصني خالص. انا اللي يخصني اللي بعد كده هقول لكم الترند ده ترند اسماء شريف منير لما قصت شعرها على الهوا او حلقت شعرها على الهوا. ناس كتير انتقدتها، ناس كتير هجمتها. ناس كتير قالت لها انت مش متربية، انت مش عارفة ايه، انت ايه. انا ما يخصنيش ده كله. هي حرة في نفسها. قصت شعرها ما قصتش شعرها دي حاجة تخصها لسبب بسيط جدا. هي ما اذتنيش، لو هتأذي نفسها بس. فهي حرة في تصرفاتها. انا اللي مخلاني اتكلم النهارده رد شريف منير على الناس اللي بتنتقد بنته. رد هو بياكل اكل السمك زي اي اب مصري. طلع قال لهم يا جماعه تعالوا كلوا معايا، انا باكل سمك مشوي ورز ابيض. وهو بياكل بيقول لهم انتوا ايه قلبين الدنيا ليه على بنتي كده بالطريقه دي علشان خاطر قصة شعرها. هي حر، فعلا هي حر. انا عاجبني اللي عملته بنتي، انا عاجبني تصرفاتها، هي كبيره بما فيه الكفايه. هي عندها 36 سنه وام وهي حره في تصرفاتها. الموضوع بقى اللي خلاني اتكلم ممكن يكون شريف منير نفسه مش موافق على اللي عملته بنته، بس رده على الناس هو دوت اللي خلاني اطلع اتكلم. الاب لما يكون سند لاولاده، الاب لما يكون سند لبنته او ابنه، حتى لو مش عاجبه التصرف، وهو بيقول لهم انا بنتي متربيه كويس قوي وهي ما ضرتش حد وانا مش هاجي على بنتي عشان خاطركم، بيتكلم يعني جمهوره او جمهور بنته. ده في حد ذاته خلاني اقول آه، اني اسمى فعلا في نعمة كبيرة جدا. حتى لو هي بتقول ان باباها 3/4 الوقت او كل الوقت ما بيعجبهوش تصرفاتها، بس سند ليها، واقف ليها. هي في نعمة كبيرة جدا ان واقف لها كده، ان في اب بيقف جنب عيله رغم انه شايف ان عيله ممكن يكون غلطان، ممكن يكون بيتقطع من جواه على فكرة على اللي عملته بنته، بس هو مش عايز يقطع فيها زي بقية الناس. ممكن يكون يعني كلمها، ممكن يكون لمها على اللي عملته، بس هو محبش ده قدام الناس. بالعكس كانوا سند ليها ورد على الناس عشان محدش يهاجمها اكتر من كده. فيا ريت يعني الرسالة، آه، الناس ما تفهمنيش غلط، يعني ناخد رسالة مش من شريف منير الفنان خالص، شريف منير الأب، إنك إزاي تقف وتسند عيالك، بنتك أو ابنك، وحتى لو هو غلطان وانت شايف انه غلطان وممكن تكون هتعاقبه او ممكن تكون هتلومه، بس تكون سنده، تكون سند ليه في الوقت ده، في الوقت اللي كل الناس بتهاجمه. بيفرق كتير قوي مع الابن او الابنه. ويمكن انا الكلام دوت قلته قبل كده ان لازم نكون سند لعيالنا. فشريف منير عجبني رده جدا. شابوه، شابوه ليه بجد. وعايزه اقول لكم الهجوم الكتير اللي اتهاجمت بيه اسماء، انا شايفه ان ملوش اي مبرر غير بس ان هم نجوم واللي سبوت عليهم قوي، فالناس بتركز في كل تصرفاتهم. انا شايفه ان ما اذتش حد عشان نشتمها ونهاجمها هي حره. ممكن تكون زي ما هي بتقول بتمر بحاله نفسيه، او زي ما هي بتقول انها عندها الغده وعندها مشكله فشعرها بيقع وعايزه تقصه. هي حره ادام ما ضرتنيش، يبقى هي حره. انت حر اذا لم تضر. هي حره في نفسها وحره في تصرفاتها ادام ما ضرتنيش او ما ضرتش حد تاني. دي حاجه. الحاجه التانية، يا ريت في رسالة كده فعلا يعني شريف منير قالها للناس وانا كمان معاه بقول نفس الرسالة. بص على اللي حواليك، بص على نفسك، بص على اهلك، بص على اللي هم منك. هتلاقيهم بيعملوا اخطاء كتير قوي وانت مش قادر تتكلم. ليه بتتكلم على الغير؟ بص على الغلط اللي قدامك. ممكن يكونوا اللي بيلوموها بيعملوا اخطاء اكتر من اسمى 30,000 مرة، بس محدش عارفهم او مش باينين. فاحنا لازم نحط مناخيرنا في حياة الناس.
هي دي المشكله اللي احنا فيها بجد. لو كل واحد خلاه في حاله اقسم بالله العظيم هنرتاح. مش بتكلم بس على الفنانين، انا بتكلم على الناس بصفه عامه. لو كل واحد محاولش ينقد البني ادم اللي قدامه وكل واحد خلاه في نفسه هنرتاح. مش هنتعب، مش هيبقى في مشاكل، مش هيبقى في شيل من حد وزعل من حد. لا بالعكس، احنا لو كل واحد شغل باله بنفسه مش بالاخرين هنرتاح. لكن لا، احنا كل واحد مش شاغل باله بنفسه، شاغل باله بفلان وعلان وترتين احنا مالنا، احنا مالنا. يعني لو اسماء دي مش فنانة او بنت فنان، ما كانش هيبقى الهجوم الجامد ده عليها. لو بنت عادية على فكرة. بس احنا للأسف بندور على اي حاجة نشغل بالنا بيها، واحنا مليانين مشاكل ومليانين حاجات كتير قوي. يا ريت رسالة زي ما الشريف كده قالها، كل واحد يخلي في نفسه، يبص حواليه، يشغل باله بنفسه وبحياته، هتفرق كتير قوي معانا. شابوه لشريف تاني. انت فعلا الاب السند لبنته، بجد بجد انا حبيت ده منك. فعلا شريف كان سند لبنته. يا ريت كل اب يتعلم من شريف الاب، مش من شريف الفنان. يعني انا بتكلم شريف الاب، تكون سند لعيالك في وقت ما يكون الناس كلهم ضدهم. هو دوت اللي انا كنت عايزه اقوله. انا الترند مش شاغلني خالص، كل واحد حر في نفسه. اللي شاغلني موقف بس شريف، بجد بجد عجبني جدا. ويا ريت كل اب يخلي باله من عياله.